هنعمل مع بعض طبق الكشري المصري الأصيل اللي انتم شايفينه ده. نبدأ بالصلاة على رسول الله. هنقطع بصل أبيض قطع جوليان أو أجنحة رفيعة جدا زي ما انتم شايفين، ونغلفها ونديها رشة ملح على نشا. وطبعا المقادير سايبها لكم في صندوق الوصف. هننزل بشوية زيت في الطاسة، ويا ريت الكمية ما تكونش قليلة لأن هو ده سر روح الكشري اللي هنستخدمها في كل الخطوات الجاية، فتابعوا معايا للنهاية. هنقلي حلقات البصل لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ونطلعها على جنب، وناخد الزيت اللي قلينا بيه عشان هنستخدمه في كل الخطوات الجاية زي ما قلنا. هنفضي العدس بجبة أو العدس البني على حسب ما انتوا بتسموه في طبق، وننقعه في مية دافية لمدة ساعة. بعد كده هنشطفه كويس قوي وننزل بيه في حلة على النار مع فص توم ورشة كمون وشوية ملح، ونسيبه يتسلق لحد ما يستوي نص سوا ونصفيه من ميته. وفي طاسة على النار هنحط شوية من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، وهننزل بالعدس بعد ما صفيناه معاهم رشة ملح ونشوحه لحد ما يدينا اللمعة الجميلة وطعم وريحة التقلية. وفي حلة يكون فيها مية بتغلي هنضيف رشة ملح ومعلقة زيت من اللي حمرنا فيه التقلية عشان نحافظ هنا على سر الطعم. هننزل عليهم بالمكرونة الصغيرة والسباكيتي ومنخليهاش تستوي قوي عشان ما تعجنش. دلوقتي هنصفيها من المية ونضيف عليها برضو معلقة من زيت التقلية على شوية فلفل اسود ونديها تقليبة سريعة. هنجيب الطاسة بتاعتنا تاني ونضيف معلقة الزيت السرية بتاعة البصل تاني، وننزل بالشعرية ونقلب لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، وننزل عليها بالرز بعد ما غسلناه وصفيناه من المية بتاعته ونقلب كويس. وصدقوني بحاول اختصر على قد ما اقدر. دلوقتي هننزل على الرز بتاعنا بكوباية مية سخنة على رشة ملح على كمون بسيطة، ونوطي النار ونغطي الحلة لحد ما يستوي ويفلفل معانا بالشكل ده. وفي حلة تكون فيها المية بتغلي هننزل بالحمص اللي نقعناه ليلة كاملة ونسلقه مع فص توم ورشة كمون وبصلاية صغيرة لحد ما يستوي، ونصفيه كويس ونحطه في طبق على جنب ونرش عليه شوية ملح ومعلقة صغيرة من زيت البصل اللي حمرنا فيه. وفي نفس الطاسة بتاعتنا تاني مع زيت البصل بتاعنا تاني هننزل بتوم مفروم مكتري وفوقيهم رشة ملح على فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، وهنقلب ريحة المطبخ بربع كوباية الخل دي، وفوقيهم على طول معلقتين صلصة معلبة يكون لونها غامق. وبعد ما نقلب كويس ما نستناش كتير، ننزل على طول بعصير الطماطم اللي ضربناها في الخلاط مع رشة سكر على الوش لزوم التسبيك، ونغطيها ونسيبها على نار هادية لحد ما تبقى باللون والقوام اللي احنا شايفينه ده. وانا عارفه طولت عليكم، بس اللي جاي ده اخر واهم مرحله. هنعمل الدقه بتاعتنا في طبق، هننزل بتوم مفروم وبرده كتري معاهم رشه كمون على كزبره ناشفه على رشه ملح وحوالي نص كوبايه خل وعصره ليمونه، وهننزل بكوبايه ميه سخنه عشان نخفف التركيز ونقلب كل ده كويس. دلوقتي الكشري بتاعنا بقى جاهز، نرتب مكوناته ونقدمه في الطبق بالطريقه اللي على ذوقنا، وبالهنا والشفا.